محمد مرابط من مواليد سنة 1954، صيدلي، نائب رئيس للكونفدرالية العامة لمقاولة المغرب فرع الشرق، وعضو في اللجنة الاستشارية للجهوية. الجواب أولا هو لأسباب مادية يعني مالية، ولأسباب لوجستيكية وتنظيمية للدولة. السبب الثاني هو البلدية عندها واحد الأهمية اللي ما عندش الجهة، ولكن الأمور راها تغير. الجهة اليوم صبحت عندها واحد الأهمية، واحد الميزانية، واحد الصلاحيات اللي ما كانش خصنا تفوت في بوحدها. إلا كنت بغيت ندير واحد مقارنة، نقدر نقول بلا في واحد بنادم كاين الجسد والعقل. الجسد هو البلدية، هي كنحتاجوها كل يوم، كنمشيو ليها باش نجيبو رخصة السكن، رخصة البناء، الماء، الضوء، الهدم، القدرون، هذوك احتياجات يومية. مجلس الجهة هو الرأس، هو اللي كيخطط، هو اللي كيبرمج. وإلا جينا نشوفوا اليوم من 4 سبتمبر 2015 مجلس الجهة فغادي يخمم لينا المواطنين الجهة في جميع الميادين، في الطرقان، في الصحة، في المدرسة، في الرياضة، في البيئة، في الثقافة. غادي هو اللي يتكلف بكل شيء داكشي. دونك البلدية حوايج اللي نسحقوها يوميا، والجهة هي اللي كتخمم لولادنا. وإلا حنا ولاد الجهة الشرقية ما عطيناش اهميه لهذه الجهه اللي تقرر المصير ديالنا ونتاع اولادنا، وما مشيناش شاركنا بكثافه في هذه الانتخابات، غادي من بعد غادي يكون غير ندم، وغادي ندموا عليها. لحقاش غادي نسيبوا راحنا يمكن مسيرين بواحد الناس اللي ماشي في المستوى، اللي غادي يضيعوا لنا المستقبل تاعنا وتاع اولادنا.